السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بص شوف على المكشوف. هتاف كان بيتقال كتير. كانت جمهور الزمالك اللي اتحرموا عشان بنت الحلاق. طبعا وانتوا كلكم عارفين بنت الحلاق. تمام؟ جمهور الزمالك اتحرم ماتشين عشان بنت الحلاق. تمام؟ اللي يعني انا ما بتكلمش ان اهتاف جمهور الزمالك صح ولا اهتاف جمهور الزمالك غلط، بس انت كان شيكابالا بيتسبلوا اديان كده، وبيقولوا له ام شيكا ولدت يلا نروح لها ناخد السوبر ونحطه في تمام. شيكابالا كان بيتشتم، راحوا المقابر بكلب اسود ولا خروف اسود مش فاكر، وما شفناش ان جمهور الاهلي بتوعه كده كده. جمهور الاهلي ده عبيط، يعني جمهور الاهلي بيحضر الماتشات زي ما بيحضرش. كده كده جمهور الاهلي في ماتش الحرس اللي فات ده، جمهور الاهلي اتحرم ماتشين، كده كده هم مش هيروحوا. انما انا فريقي ابن، انا لازم انا اللي اكون حاضر. انا درع وسيفه، فريقي ما بيلعبش، انا اللي بلاعب فريقي. انا لو غايب فريقي خلاص مش هيلعب. تمام. النهارده محمد الصباحي العجل وهي ما جاتش على العجل، يعني كده كده هي مخبطه من كل النواحي. بيدي طرد بطريقه غريبه، ضربه جزاء مش محسوبه، مش عارف ليه. مش الكوره بتاعت الهندس، مش كوره الهندس، انا مش شايفها ضربه جزاء. انا بتكلم على الكوره بتاعت ناصر منسي اللي شاط واللاعب راح داخل واكل رجله. احمد عمار حمدي اللهبل اللي نازل عمال شايف نفسه فاكر نفسه بيلعب في الاهلي. تمام. ضرب ناصر منسي والحكم حتى ما فكرش يرجع للفار. انما اول لما جون ناصر منسي اتلغى، طبعا لازم اعمل كده وكده ده انا اكلم ناس تكلم ناس عشان الغي الجون. ده الزمالك اللي جاب الجون يابا، لازم يتلغي. ماتش بتروجيت ضربتين جزاء، ماتش الاهلي ضربه جزاء، النهارده ضربه جزاء. انما النهارده اول ما جون منسي اتلغى لازم الفار يصحى. الفار لازم يصحى، نلغي للزمالك. الزمالك ازاي ينافس؟ الزمالك ازاي ينافس؟ محمد الصباحي ما ولا حتى رجع للفار ولا اي حاجه. انما طبعا اول ما ناصر منسي جاب الجول، ارجع لي للفار يا ابني، شوف لي مين قتل مين. كرة ضربة الجزاء اللي بتكلم عليها دي حصلت في السوبر الافريقي اللي انا واخده منك، واتحسبت ضربة جزاء لاكرم توفيق، وقلت اللعب طالما شغال تتحسب. النهارده اختها ما اتحسبتش. النهارده الزمالك تعادل مع زد 1-1. النهارده الواحد والله العظيم ماليه نفسي حتى يطلع يتكلم. الواحد زهق من كل حاجه زهق منها حرفيا والله العظيم. بيسيريو النهارده بدأ في حراسة المرمى محمد عواد اللي زهقت منه. عايزين خلاص بقى نشوف صبحي، ما الاثنين اصلا زي الزفت. نجيب بقى حارس، نجيب بقى عشان الواحد زهق والله. صلاح الدين مصدق، الونش، حسام عبد المجيد، بنتايج، عمر جابر، عبد الله السعيد شحاته، زيزو، مصطفى خرا، ناصر منسي اللي ما والله العظيم له كومنت. والله يا ابني انت ربنا يكرمك يا رب، والله العظيم ربنا يكرمك يا ناصر. الزمالك بدأ الماتش ما فيش اي خطوره، ماسك كرة على ما فيش، ماسك كرة كأنك عيل صغير ماسك كرة عمال تلعب مش قادر تجيب كرة على ناحية الجول اصلا. تمام. فريق زد عارفين انه بيلعب بخمسة ورا، انت تروح لعب له بخمسة ونلعب على نص الملعب بقى وكأننا بنلعب على الارض. يعني مين اللي هياخدها؟ يا بيسيريو فوق. انت ماتش الاهلي نزلت تدافع عشان عارف ان الاهلي هجومه قوي، انما النهارده زد مين اللي هجومه قوي؟ هجومه مصطفى سعد ميسي وزيكو. يعني يا مؤاخذه ما نزلناش في طبق اليوم يعني. نزل بخمسه قدام خمسه عشان نلعب على نص الملعب، انما الكره ناحيه الجول ما فيه. بل بالعكس، مجدي عبد العاطي مدرب محترم جدا ما شاء الله عليه، مدرب زد، مدرب قمه في الادب. طبعا مسك الكوره وبتاع كورنر جه من غلطه من الونش، راحوا جايبين جول مصطفى زيكو في الدقيقه 25. الزمالك فضل بعدها ب 10 دقايق. زيزو ما اعرفش، زيزو انا تعبت بصراحه من حوار العارضه دي. بقت والله العظيم والله العظيم الواحد زهق من العارضه. كوره في العارضه بطريقه غريبه جدا، ما جاتش جول. في الدقيقه 43 فاول كورنر اترفع من زيزو، ناصر منسي اللي ربنا يبارك له يا رب جابها، طلع ركب الكوره صح الصح وجابها. اول الشوط الثاني الشوط خلص وبتاع، اول الشوط الثاني الزمالك نزل ضاغط شويه وبتاع، ناصر المنسي راح خاطف جون اتلغى من محمد صباحي والفار. انا ما بقولش الجون صح الجون غلط، الجون اوفسايد تمام، بس زي ما بتشوف عليا شوف ليا، يعني زي ما شفت عليا شوف ليا. طبعا ضربات جزاء وفاولات غريبه وطرد لمحمد شحاته اغرب. تمام. ما مش والله العظيم الواحد مالي نفسي يتكلم، مش عارف اتكلم اقول ايه. ما انا الواحد زهق.
يعني مره من حماده القلاوي ومره من عبد العزيز السيد ومره النهارده من الصباحي. طب ايه طيب؟ يعني تتسأل ازاي؟ يعني هتقبل على نفسك تتسأل ازاي؟ نقيم بقى. محمد عواد 3/10، طلوعه غلط على الكورة وتمركزه غلط، واقف تحت العارضة غلط، وحاجة وسخة بصراحة. الونش صفر، الونش رايح حبة بقى يا جدعان، عشان والله الواحد تعب. مين لك هتلعب 5؟ لعب بأحمد حسام عادي. صلاح مصدق 6/10، أحسن في دفاع الزمالك هو حسام عبد المجيد. حسام عبد المجيد 6 برضه. عمر جابر 1/10. عمر برضه عايز يريح شوية. لاعب أحمد محمود حبة. محمود بنتايج 5/10، يعني كان بيلعب بروح شوية. محمد شحاتة 0. عبد الله السعيد 3/10. زيزو 3/10. مصطفى شلبي 10. انت العريض كده عارف، سمعتوا المشجع اللي كان بيقول 100 مليون زيزو ومصطفى شلبي 10، يعني تلحقنا 10 كده بالتلحينه. 8/10. والله العظيم يا ابني انت ربنا يكرمك عشان انت طيب وغلبان، والله العظيم ربنا يكرمك في ظل المنظومه الوسخه دي، ربنا يكرمك والله العظيم. ناصر ماهر نزل 0. احمد الجفالي ما يقعدش لحد. احمد الجفالي هنبوظه زي محمد عاطف. احمد الجفالي ما يقعدش لحد. مصطفى شلبي يلعب في. خلاص زهقنا من كلمة مصطفى شلبي. الواحد بقى يقرف لما يشوف مصطفى شلبي في الملعب، بنعرف ان احنا مش هنكسب. احمد الجفالي ما يقعدش لحد. لعيب كويس محترم بيمشي بالكرة صح، لعيب مهاري، حته كده من روايح ايمن حفني ومصطفى فتحي. لعيب كويس قوي. ايه 7 دقايق يعني ما يكيفوش لاعب رغم انه كيف الجمهور كله. ما ينفعش الجفالي. اللهم بلغت اللهم فشهد. يا ريت نركز. والله الواحد مش عارف يقول ايه. امبارح اشرف بن شرقي لاعب النادي الاهلي ما اقصدش اي حاجه، امبارح دهس رجل فوزي الحناوي. الحكم ما اداش طرد رغم ان دي كانت في الدقيقه 49، كان ممكن اللاعب يطرد، ما حصلش اي حاجه. فيا ريت التحكيم يعني يفوق شويه. جمهور الزمالك ما فيش مره هدف غلط قال لك بص في ايدك هتلاقي صفاره، احكم بضمير، البس نظاره. يعني بجد والله كفايه تعريض. والله العظيم التعريض ده انت هتتسال ازاي؟ والله العظيم يعني هتقول لي ربنا ايه؟ بلاش تعريض. جمهور الزمالك والله بجد والله ما عارف اقول ايه. الحمد لله على كل حال. الفترة الجاية بإذن الله تبقى خير، بإذن الله خير يعني. أشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.